حلقة جديدة من الكلاسيكو. مساء الخير. الحقيقة عايزة أبدأ الحلقة دي بسؤال أعتقد مهم ونفسي ألاقي له إجابة، يعني نفسي إن شاء الله يكون ليه إجابة في وقت قريب جدا. إمتى الإسماعيلي هيرجع لسابق عهده؟ إمتى الأمور ممكن تستقر؟ الهدوء يعود؟ لأنه الحقيقة النادي ده يمكن يعني أنا صعبان عليا النادي ده اللي بقاله سنين طويلة ما يعرفش معنى الاستقرار. الإسماعيلي اللي كان السنة اللي فاتت على حافة الهبوط للقسم الثاني لولا إرادة الله إنه كان رحيم بجماهير هذا النادي العريق. ويمكن من شهر ونص تحديدا كان منورني الكابتن الكبير محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، واتكلمنا كتير قوي في مخالفات داخل المجلس وهكذا، ولكن يبدو إنه الأزمات لسه مستمرة. لأنه النهاردة الصبح أعتقد أنه كتير تابع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي اللي أعلنت إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن وإحالتهم للنيابة العامة وتعيين لجنة جديدة تدير شؤون هذا النادي إلى حين يعني انتخاب الجمعية العمومية الجديدة، أقرب جمعية عمومية. النيابة العامة دي يعني انت بتتكلم في شكاوى لا حصر لها وصلت وزارة الشباب والرياضة، والوزارة يمكن قالت انه ده حصل بسبب رصد مخالفات في اعمال الفحص والتفتيش المالي والاداري، وانه في ايقاف واستبعاد لمجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي واحالتهم جميعا الى النيابة العامة علشان يحققوا في المخالفات اللي تم رصدها من أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون الإسماعيلي. طيب القرار حاليا قلنا تعيين لجنة مؤقتة تدير شؤون النادي الإسماعيلي لحتى يعني لحين عقد جمعية عمومية.